العلماء بيقولوا إنه من حوالي 225 مليون سنة بدأنا نشوف مخلوقات صغيرة جدا عندها كل الخصائص اللي تخليها تتصنف كثدييات حقيقية. طب شكلهم كان إيه؟ تخيلوا فار صغير، عينين واسعين، حركته سريعة جدا، وعايش في كحول، بيتجنب الديناصورات والزواحف اللي أكبر منه، لكن بيكسبهم كلهم في نقطة واحدة: التكيف. يعني كان عنده خطة واضحة: أعيش في الظل، أتنفس بهدوء، أتحرك بسرعة، وأسيب الكبار يتخانقوا على مناصب الديناصور الأكبر، وأنا أستنى فرصتي في المستقبل. وده اللي حصل. لكن هل فعلا دول كانوا ثدييات؟ هنا بقى يبدا الجدل. يعني السينودونز كان عندهم شعر واسنان مختلفه، وبعضهم حتى بيعتقد انه كان بيرضع صغاره، بس برضه هل ده كفايه علشان نقول ثدييات حقيقيه ولا احنا بنتسرع شويه؟ في علماء بيقولوا ان المرحله دي بالذات الكائنات دي كانت لسه في منطقه رماديه، لا هي زواحف ولا هي ثدييات كامله، كانوا بيطوروا صفات تشبه الثدييات لكن مش بالضروره تكون ثدييات تماما. يعني صفات زي ايه اللي كانت لسه ناقصه؟ مثلا تركيب الفك العظمي، الفك العلوي والسفلي في السينابسيدز مش بالبساطه اللي موجوده في الثدييات الحديثه. كمان تركيب الاذن الوسطى، الثدييات عندها 3 عظمات سمع صغيره، اما السينابسيدز ما كانوش وصلوا كده. والشعر لسه ما عندناش دليل مباشر على وجوده، مجرد افتراضات من التشريح. يعني ممكن نقول هم كانوا لابسين لبس الثدييات بس لسه ما خدوش الجنسيه البيولوجيه الكامله.